في حلقتنا هنتعرف على أين تطير الطيارات ولماذا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كابتن الطائرة، وسوف نحلق على ارتفاع 30,000 قدم. الطيارة عند بداية رحلتها بتقلع من مدرج المطار وترتفع عن سطح الأرض لحد ما توصل للارتفاع المناسب للطيران، ومن بعدها بتحلق في شكل أفقي وتكمل رحلتها لوجهتها. وفي البداية خلينا أوضح لك حاجة مهمة عن الغلاف الجوي للأرض، والمكون من 5 طبقات، واللي هم طبقة التربوسفير، وده موضوع حلقتنا. وارتفاعه عن سطح الأرض حوالي 10 كيلومتر، وارتفاعها فوق سطح الأرض حوالي 12 كيلومتر. وطبقة الستراتوسفير، ودي ارتفاعها من 12 كيلو ل 50 كيلو فوق سطح الأرض. وطبقة الميزوسفير، ودي بيكون ارتفاعها فوق سطح الأرض من 50 ل 80 كيلو. وطبقة السيرموسفير، ودي بيكون ارتفاعها فوق سطح الأرض من 80 ل 700 كيلومتر، وبالمناسبة محطة الفضاء الدولية بتدور فيها. وأخيرا طبقة الإكزوسفير، وهي الغلاف الخارجي للأرض، وموجودة على ارتفاع بيتراوح من 700 كيلو ل 10,000 كيلومتر فوق سطح الأرض. ودلوقتي خلينا نرجع لموضوعنا بخصوص فين بتطير الطيارات. كل الطيارات التجارية في أنحاء العالم بتطير على ارتفاع 10 كيلومتر تقريبا فوق سطح الأرض. والسؤال هنا هو ليه الطيارات التجارية بتطير على الارتفاع ده؟ وهل تقدر تطير على ارتفاع أقل أو أعلى من كده؟ حسب موقع بيزنس إنسايدر، واللي قال إنه تم اختيار ارتفاع على 10 كيلو عشان تطير فيه الطيارات لأكثر من سبب، واللي منها إن الارتفاع ده الهواء فيه بيكون خفيف، وبالتالي بيحقق للطيارة الطيران بسلاسة، بالإضافة إلى إن خفة الهواء في الارتفاع ده بيساعد الطيارة على إنها تقطع مسافات طويلة بسرعة أكبر، وأهم في الموضوع توفير استهلاك الطيارة للوقود، بالإضافة للبعد عن الطيارات الصغيرة اللي بتحلق على ارتفاعات منخفضة. وارتفاع 10 كيلو المحدد للطيارات بيخليها تتفادى الاضطرابات الجوية اللي بتحصل في الارتفاعات المنخفضة في أغلب الأحيان، وده معناه إن الارتفاع الأكثر للطيارات في رحلة طيرانها بيزيد من نسبة أمان الرحلة. وفي سبب تاني كمان مهم، واللي هو إنه لو حصل أي ظرف طارئ أثناء الرحلة بيكون عند الطيار متسع من الوقت للبحث عن حل المشكلة اللي بيتعرض لها، وبيقدر الطيار إنه يناور بطيارته لأنه بيكون على ارتفاع عالي ومش قريب من الأرض. ودلوقتي هنتكلم عن طبقة الستراتوسفير والمخصصة لطيران الطيارات التجارية فيها. رحلات الطيران التجارية بتطير في طبقة الستراتوسفير، يعني الهواء فيها بيكون جاف وبارد ودرجة الحرارة ثابتة، وما بتحتويش على بخار مية أو تيارات هوائية، وعشان كده طبقة الستراتوسفير هي الطبقة المثالية لرحلات الطيران بسبب قلة الاضطرابات الجوية فيها، واللي معناها تجنب الطيارات للعواصف الرعدية وأحوال الطقس السيئة، بالإضافة إلى أن الطيارات على ارتفاع عالي، فده بيوفر لها عدم وجود مقاومة للهواء بشكل كبير، وبالتالي الطيارة مش هتستهلك وقود أكتر، لأن مقاومة الهواء في طبقة الستراتوسفير نص مقاومة الهواء اللي موجود على الأرض، وعليه الطيارة هتقدر إنها تطير بسرعة ثابتة وتوفر في وقودها، لأن الهواء خفيف ومقاومته خفيفة ومش هيدخل الهواء بدرجة كبيرة للمحرك، وبالتالي هيتم المحافظة على سلامة المحرك لفترة أطول. والطيران في طبقة الستراتوسفير هيجنب الطيارة الاصطدام بالأجسام والطيارات الصغيرة اللي ممكن إنها تهدد سلامة الطيران على الارتفاعات المنخفضة، بالإضافة لأن الطيارة ما تقدرش إنها تطير أكتر أو أقل من كده، وإن كانت في بعض الأحيان بتتعدى ارتفاع 10 كيلو وتوصل ل 12 كيلو و800 متر، لأن عند المستوى ده بيكون متوفر أكسجين بدرجة معينة تسمح للطيارة بالطيران بسلاسة وسرعة ثابتة. ودي كانت أهم في حلقتنا اليوم، وفي النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.